السلام عليكم. وكما يعلم الجميع، المغرب حاليا على قيد إنشاء أكبر ملعب في العالم، حيث أعلنت شركة بوبيلوس البريطانية عن فوزها بصفقة تصميم ملعب الدار البيضاء الكبير، الذي من المقرر أن يتسع لأزيد من 115 ألف متفرج، استعدادا لاحتضان مباريات كأس العالم سنة 2030 بالاشتراك مع كل من إسبانيا والبرتغال. وأعلنت الشركة المذكورة عبر موقعها الرسمي بالإنترنت عن فوزها بهذه الصفقة، وقالت إنه من المتوقع أن يكون ملعب الدار البيضاء أكبر ملعب لكرة القدم في العالم. ولمعرفة المزيد من التفاصيل عن كل شيء يخص هذا الملعب الذي يتم إنشاؤه حاليا، تابعوا الفيديو إلى النهاية. وقبل هذا، من فضلكم لا تنسوا الاشتراك في صفحتنا على الفيسبوك وقناتنا على اليوتيوب ليصلكم كل جديد، وتابعوا الفيديو إلى النهاية بعد الإنترو. هذا الملعب سيكون ملعب مميز للغاية، حيث يستمد هويته من التراث المغربي الأصيل، حيث أضافت الشركة أن الملعب يستمد هويته طبعا من ثقافة الموسم بالمغرب، إذ يقع هيكله تحت سقف خيمة كبيرة تظهر كتدخل مثير في المناظر الطبيعية للغابات، مشيرة إلى أن موقع الملعب يمتد على مساحة 100 هكتار بمدينة المنصورية بإقليم بن سليمان، 38 كيلومترا من شمال مدينة الدار البيضاء. وأوضحت الشركة البريطانية أن الملعب سيكون متوافقا مع دفتر تحملات الاتحاد الدولي لكرة القدم، خاصة لتنظيم مباريات كأس العالم سنة 2030 وكذا مباريات الفرق المغربية. ولكي يعلم الجميع أن هذا الملعب لن يكون ضمن أو تابع لشركة ما، بل الدولة هي من سوف تتكلف بإنشائه، يعني هذا الملعب سيكون ملكا للدولة. وأوردت صحيفة ماركا الإسبانية تقريرا حول مشروع الملعب الجديد الذي سيتم بناؤه في مدينة بن سليمان بسعة 115 ألف متفرج من أجل استضافة نهائي كأس العالم سنة 2030، مبرزة أن المملكة عززت فرصها لتنظيم النهائي ببناء هذا الملعب. وأشار المصدر نفسه إلى أن المغرب أكد في الاجتماعات التي عقدها هذا الأسبوع مع الفيفا أنه سيقوم بتجديد الملاعب الخمس الأخرى المدرجة في المشروع من أعلى إلى الأسفل، بدءا من ملعب مراكش الذي ستبلغ طاقته الاستيعابية 60 ألف مقعد. وتعتقد الصحيفة الإسبانية أن إسبانيا هي الأقرب لاستضافة نهائي كأس العالم سنة 2030 في ملعب سانتياغو برنابيو بمدريد، لكن أنا أؤكد لكم أن المغرب هو من سيحتضن نهائي كأس العالم. ولا ننسى أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش ترأس في الماضي في الرباط مراسيم توقيع على اتفاقية شراكة بين الحكومة وصندوق الإيداع والتدبير لتمويل برنامج تأهيل 6 ملاعب لكرة القدم، تم اختيارها بتعليمات ملكية في كل من طنجة والدار البيضاء والرباط وأكادير ومراكش وفاس، وكذا بناء ملعب جديد في مدينة بن سليمان. وأوضحت الحكومة المغربية في بلاغ لها أن اتفاقيات الشراكة جاءت في إطار تنفيذ التعليمات الملكية المتعلقة بإنجاح احتضان المملكة نهائيات كأس إفريقيا للأمم لسنة 2025 وكأس العالم لسنة 2030. وأشار البلاغ إلى أن الاتفاقية وقع عليها من جهة شكيب بن موسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة، وفوزي القجاع وزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية. ومن جهة أخرى، خالد سفير المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير.
كما شاهدتم معنا كان هذا كل شيء في فيديو اليوم. وبالنسبة للملعب هو الآن على قيد الإنشاء، وسيتم الانتهاء منه في السنوات المقبلة، ربما في سنة 2026، ليكون متأهل ويكون مستعد لاحتضان كأس العالم سنة 2030 واحتضان جميع المناسبات الكبرى بعد انتهاء كأس العالم وانتهاء نهائي كأس العالم في المغرب. شكرا لكم على مشاهدة الفيديو. من فضلكم لا تنسوا الاشتراك في صفحتنا على الفيسبوك وقناتنا على اليوتيوب ليصلكم كل جديد. Peace and love. وداعا يا أصدقاء.